السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده كده هنعمل حاجة حلوة والعيال في المدرسة يرجعوا يلاقوها. وهاعمل إيه، هتعملي إيه النهارده يا فاطمة؟ بقى كده جايبة لكم أدواتي وجاية وبُصّي كل نشاط. هاعمل صينية كيكة كده، كان نفسي آكل أوي صينية، يعني مش هاكل صينية، يعني هاكل كيكة. هاكل كيك فانيليا. فقُلت كده أقوم واعملها معاكِ، هتعمليها بقى بأدواتِك اللي في البيت. طبعًا كلّكم شطار، بس إيه، حبيت أشارك معاكم كده إيه طريقة الكيكة دي، وهاقول لِك كده على شوية تَكّات هتخلّي لِك كيكة حلوة. دي إقامة صلاة الضهر. المفروض أنزل دلوقتي أجيب الولاد، بس قاعدة إيه باسجّل لكم الفيديو. فحطيت بيضاية كده في الطبق. عايزة أقول لِك لتاني مرّة باسجّل معاكم الفيديو ده. بعد ما سجّلته وخلّصت عملت حركة كده مسح كل التسجيل. يالّا الحمد لله، ما علينا. باحط بقى بيضاية كده وباكسرها عشان لو في أي حاجة والّا شوائب والّا أي حاجة أشوفها في الطبق بدل ما تتحط إيه في الخلاط وأرجع ما أعرفش. وبعد البيض على طول مباشرةً تنزلي كده بكيس الفانيليا بتاعِك كده، وكوباية وربع من السكر. أنا ما باحبهاش مسكرة أوي، فأنتِ حسب الرغبة بتاعتِك ممكن تحطي كوباية ونُص عادي، وربع كوباية من الزيت. وهتبتدي بقى تخلطي الخليط ده، وادّيه رشة الخل اللي باقول لكم عليها، معلقة الخل الصغيرة هتضبط قوامها هي. وحاجة كمان هاقول لِك عليها لمّا تيجي وقتها، كوباية اللبن الدسمة الحلوة دي اللي بقشطتها تنزلي بقى عليها، وهتلاقي أحلى كيكة. طبعًا القشطة بتدّي إيه، حلاوة كده لأي حاجة بنعملها. وغطّي بقى الخلاط بتاعِك كده ويالّا بينا هنضربها مع بعض في الخلاط، وهتشوفوا بقى في الآخر القوام بتاعها عامل إزاي. 5 دقايق كده. أنا عندي المضرب اللي هو الحلويات ده، بس ما حبيتش أضرب بيها. مش عارفة المرّة اللي فاتت ما حبيتش أبدًا. هي في الخلاط باحبها في الخلاط كده عشان أضرب براحتي. يعني 5 دقايق كده هيدّيكِ بقى النتيجة اللي أنتِ عايزاها. فكلّها كده إيه، تتضرب كده المقادير كلّها مع بعضها. أنا عايزة أقول لكم أنا ما كنت واحدة ما باعرفش أعمل الكيكة خالص، خالص. كنت باشتري أول جوازي، قعدت كام سَنة كده ييجي 3، 4 سنين أشتري العلب الجاهزة دي. طبعًا زمان كانت رخيصة يعني، زمان. لغاية ما جات صاحبتي قالت لي: "هو أنتِ ليه يا بنتي بتشتري علب الكيكة من برّه، ما تعمليها في البيت؟" قُلت لها: "مش عارفة، باستصعبها." رغم إن مامتي بتعمل كيكة تحفة جدًا وعالية ومقاديرها مضبوطة. في مرّة كده هابقى أطلع لها وأصوّر معاكم صينية الكيكة بتاعتها بجد جميلة. اللهم صل على سيدنا محمد. آه. فباقول لكم بقى إيه، قعدت أشتريها لغاية ما صاحبتي قالت لي على الطريقة دي، وبجد نجحت جدًا. بس ما قالتليش على الخل ما قالتليش كمان على اللي هاقول لكم عليها دلوقتي. و3 كوبايات دقيق كده. بس أنا المرّة دي عملت كوبايتين ونُص من الدقيق عشان مش عايزاها الدقيق فيها كتير أوي. كل ما تقللي الدقيق هتطلع معاكِ يعني هشة شوية، وأنا كنت بصراحة عايزاها هشة كده شوية. فحطيت بقى الدقيق، ولازم طبعًا تنخليها عشان إيه، أنا كنت باضبط الإضاءة معاكم. لمّا بننخل الدقيق بياخد كده إيه، بتحسيه كده خد هوا كده وبقى هيدّيكِ نتيجة أفضل يعني. وكمان لو في أي شوائب زي كده هنتخلّص منها. دي بقى آخر حاجة تقريبًا. وخلاص كده هيبقى الدقيق معايا جاهز. هانزل عليه بقى بالبيكنج باودر وكيس الكيك شيف أو محسّن كيك أيًا كان يعني النوع، بيدّي نتيجة هايلة وبيخلّي الكيكة عالية وتحفة. وكده بقى أحلى كيكة عندِك هتاكليها. وبالذات بقى بيبقى لمّا كمان بتبقى مقاديرها كلّها موجودة في البيت، بتحسّي كده إن أنتِ سهلة هتقومي تعملي. والشتا بقى داخل والحاجات الحلوة بقى داخلة علينا، والحاجات الفرن الجامدة دي بقى المخبوزات يعني دايمًا في الشتا باحب أعمل قراقيش، أعمل كيك، أعمل أي حاجة في الفرن يعني بتدفّي البيت كده، مع كوباية شاي كده بعد العصر. يا سلام سلِّم! أحلى حاجة القعدة اللي مع نَفْسِك دي، سواء الصبح أو بعد العصر أو مع جوزِك بالليل، يعني ال3 حاجات دول، ال3 مواعيد دول. فالله يسعد أوقاتكم ويسعد أوقاتنا جميعًا. آآ دي بقى ربع معلقة النشا دي هي اللي هتضبط لِك القوام بتاع الكيكة، وهتضبط لِك كمان ال عد ه مش هيبقى فيها فرولة بمعنى أصح، مش هتفرول معاكِ. هتسِد كده مسام الكيكة، مش هتبقى مكتومة عشان ما تفهمونيش غلط. هتسِد المسام بتاعتها اللي هي ما تفرودش معاكِ بقى الفرفتة اللي هي بتحصل دي. بجد جميلة جدًا. من ساعة ما الطريقة دي جربتها الكيكة بتطلع معايا حلوة أوي.
اعمليها كده بنفس المقادير واكتبي لي بقى عملتيها ولا لا. هنا بقى هنزل بالخليط كده، في الاول نزلت بشويه عشان اشوف كده القوام بتاعها. اعتبروا ده بقى المضرب بتاع النهارده. انا خدت المضرب بتاع البيض، هعجن بيه الكيكه كده. نزلت بقى بباقي الخليط لما لقيتها محتاجه، علشان المضرب التاني السيليكون كل شويه اجيب مضرب وما ينجحش معايا، لازم يفك من بعضه، لازم. نفسي اجيب مضرب نضيف كده ويعيش معايا. فما علينا. هنا بقى حبيت اضربها بايدي مش بالمضرب. ليه بقى مش بالمضرب الكهرباء؟ يعني علشان احس كده بالخليط. يعني حتى ببص كده من تحت عشان اشوف في اي تكتلات كده لازقه في الجناب، فبجيبها برضو واحسها كده بايدي. كده النتيجه دي افضل واحسن، عشان تطلع الكيكه معاكي مظبوطه. كمان فايدة بقى دي، فايدة لما تعملي برضو في بولة ازاز او حاجة شفافة، تشوفي كده المقادير بتاعتك وتشوفي كده الخليط كده بتاعك. وكده طبعا الصينية بتاعتي كانت مدهونة، مادة دهنية بقى، اي مادة، سمنة، زيت، وتحطي كده شوية رشة دقيق عشان ما تلزقش معاكي. ويلا بينا نصبها في الصينية وناكل احلى كيكة. بصوا بقى القوام بتاعها وجمالها وحلاوتها، حاجة بجد تحفة تحفة تحفة. وكمان عشان من عمايل ايدي لازم اشكر فيها. انتوا كمان جربوها وقولوا لي، قولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبشكر كل اللي علق لي على فيديو امبارح. وبجد تسلموا لي تسلموا لي. والنهارده بقى اتمنى اللايكات بقى، انتوا مقصرين معايا في اللايكات، ها افتكروا. نفسي المشاهدات تبقى قد اللايكات، بس ده مش هيحصل. يعني انا بتكلم عشان مشاهدتي كده كده صغيره. ان شاء الله تكبر بيكم ان شاء الله. يا رب يا رب يوفقنا كلنا، واللي كل فاتحه قناه كده ربنا يوفقها ويسعدها ويرزقها يا رب. اللهم امين يا رب. آه فاحلى حاجه بقى في القناه اللي انا ايه، بعرف حبايبي كده اللي بيكتبوا لي وكسبتهم فعلا بجد، اخواتي وحبايبي. هنا بقى شكلها بعد ما خرج، وحطيتها على 180 درجة الحرارة، وما تفتحيش عليها خالص. بعد نص ساعة تطلع لك احلى كيكة. اول لما تشمي ريحتها افتحي بقى وشوفيها. دخلت كده السكينة لقيتها خلاص ما فيهاش عجين ولا اي حاجة من جوه. ابتديت كده احركها بقى السكينة من الجناب، وابتديت كده اقطعها اوريها معاكم. وقلت لازم اوريها لكم كده لكل حبايبي كده قبل ما اقفل الفيديو. بجد تحفة تحفة تحفة. حبيت كمان كده اجيب طبق واقلبها معاكم عشان تشوفوها. فده ما ينفعش، قمت بقى رايحه اجيب يعني طلع صغير. أه فهقلبها معاكم كده. كوني بقى ايه محضره طبق حلو كده تهدي بيه بقى ايه. لو معاكي في البيت حماتك، سلفتك، هادي حبايبك، جيرانك، هادي حبايبك كده بطبق. لان طبق كده اسمه خليه كده جنبك كده، اسمه كل ما تعملي حاجه اسمه تهادي تحبه يعني. فعلا تهادوا تحبوا فعلا. انا عندي طبق بقى، بس هجيبه معاكم دلوقتي. هقول لكم الطبق ده مش بتاعي، بتاع سلفتي. انا وسلفتي بقى. الطبق ده طالع نازل، شفتوا الحته اللي في الفيلم بتاعت عسل اسود؟ الطبق ده طالع نازل من اول رمضان. احنا الحمد لله مش رمضان بس. بصوا بقى قوامها تحفه ازاي. آه الحمد لله انا وهي مش رمضان بس. عايزه اقول لكم الحمد لله، اللهم دام علينا نعمه. يعني احنا مش تلايف، احنا اخوات وحبايب، وربنا يديمها علينا نعمه. احسن بعد الفيديو ده نتحسد. مش انتوا اللي هتحسدوني، في ناس تانية مش نيتها مش صافية. فربنا يا رب يخلينا لبعض كده. هي بجد محترمة وعسولة قوي، وتخلي اي حد يحبها. وانتي يعني الواحد كمان يتعامل بما يرضي الله. انا بعملها اختي بجد والله. وهي فعلا كده، هي اختي. ما بحبش كلمة سلفة دي، بحس ان سلفة دي فيها المشاكل. فربنا يبعد عنكم كل حاجة وحشة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.